هي بيبقى تعاملي مع الفوتو شويه اقل. انا اساسا بتعامل السنس، انت مش ممكن تكون مصور بعينيك تكون حلوه، كتر ممارستك لاستخدام الكاميرا، انما اكاديميا شويه انت ما درستوش. هو الحاجات اللي اتعلمتها، هو ممكن اول حاجه عايز اقولها لك من خلال الدوره ديت ان شفت الصور بعين تانية من بعد اول حصه. حسيت ان الواحد ما كانش بيعرف يشوف صوره قبل كده اهوت، وبجانب ان من اول حصه برضو قدرت اطلع اي عيب داخل الصوره. اللي اتعلمته بقى في حياتي الشخصيه ان ابص للتفاصيل. انا استفدت كتير جدا على المستوى الشخصي، لان انا قبل ما اجي الكورس ده كان علاقتي بالكاميرا شخص بيتعامل مع قطعه خردة، حاجه انا بشوف فيها صوره بدوس على زرار خلاص كده. بعد الكورس انا فعلا عرفت يعني ايه صوره، ايه ابعاد صوره، ازاي انقي الصوره، ازاي اعرف اختار الصوره بتاعتي. والفضل كله يرجع طبعا لمستر يحيى جلبي، لان فعلا وراني التصوير من زاويه تانية انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه خالص. فانا بشكره لان فعلا 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 انا استفدت يعني ايه اعرف اصور، ويعني ايه اعرف قيمه الصوره اللي انا بصورها. مبدئيا من حد ما يعرفش حاجه عن التصوير والفوتوغرافيا والفيديو والكلام ده خالص، لحد بقى لا انا اتعلمت كتير قوي، استفدت كتير جدا. انا بجد ما كنتش اعرف يعني ايه تصوير ويعني ايه امسك كاميرا واصور وكل حاجه، لكن ما اعرفش تفاصيل، ما اعرفش امكانياتها، ما اعرفش الكلام ده كله. في الدوره اتعلمت كل ده. انا كان الاول تعاملي في الكاميرا ان انا بمسك كاميرا وبصور وخلاص، بستعملها استعمال الشخصي. لكن لما بدات امسك الكاميرا بعد الكورس اللي انا خدته بقيت بفهم ازاي اتعامل مع الكاميرا، وازاي اعمل زوم، وازاي اعمل حجب او